فنانة شهيرة. الخلافات بين الطرفين بدأت منذ العام 2022 بعد رفع ريهام سعيد عددا من الدعاوى القضائية ضد الفنانة ريم البارودي نتيجة تصريحات مسيئة استطاعت إثباتها أمام القضاء. أعلنت الإعلامية ريهام سعيد أمس الأربعاء عن صدور الحكم بتغريم غريمتها الفنانة ريم البارودي بمبلغ قدره 100,000 جنيه لاتهامها بالسب والقذف. ووجهت ريهام سعيد الشكر للقضاء المصري بعد صدور هذا الحكم لصالحها، مؤكدة أن المحكمة الاقتصادية حكمت لصالحها وصدر حكم نهائي بتغريم ريم البارودي غرامة 100,000 جنيه بتهمة السب والقذف. وعبرت ريهام سعيد عن فرحتها بالحكم، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تحية إجلال وتقدير للقضاء المصري الشامخ الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ويعطي الحقوق لأصحابها. وصدر الحكم بالتعويض لصالح ريهام سعيد عن ما لحق بها من أضرار من قبل ريهام مجدي مدحت وشهرتها ريم البارودي، حيث أصدرت الدائرة العاشرة استئناف اقتصادي حكما نهائيا بالتعويض بمبلغ 100,000 جنيه مصري عما لحق بالإعلامية المصرية من وقائع سب وقذف وتشهير. يذكر أن الخلافات بين الطرفين بدأت منذ العام 2022 بعد رفع ريهام سعيد لعدد من الدعاوى القضائية ضد الفنانة ريم البارودي نتيجة تصريحات مسيئة استطاعت إثباتها أمام القضاء. الجمهور يتفاعل، وعبر متابعون عن اندهاشهم من خبر ريهام سعيد بكسبها دعوى قضائية بعد حلقة برنامج ظهرت فيها مع ريم البارودي وكان عنوانها الصلح بين الثنائي، حيث كتبت متابعة: إهده انتي مش كنتي جايباها في حلقة وعاملين صحاب وبتزقوا بعض في البسين؟ إيه التناقض والتمثيل ده؟ رحتي تصالحينها وجبتيها على برنامجك وبالنهاية استمريتي بالدعوة. أنا عجزت أفهم تركيبة شخصيتك. أنتي علشان خدت حكمنا بسنة لصحفي اللي نقل الكلام كده تبقى خدتي حقك وانتي قلت لها هتتنازلي، شخصيتك متناقضة ومتنسيش تعملي حظر كل ده علشان خالد صواف. كما جاء في التعليقات: أنتِ قلتِ مع إيناس الدغيدي أنك تتنازلين لريم البارودي وبعدها جبت ريم البارودي على برنامج واستغلت اسمها بقضيتكم وعلى أساس ما فيش حقد ولا شيء واطلع كل هذا تمثيل. أنتِ إنسانة بمليون وجه، ما استغرب كل مرة ربنا بينزل عليك المصايب. مش سهلة أنك برده اقنعتيها أنك تنازلتي وروحتي عملتي حلقة معاها وانت مستمرة في القضية وقدام الناس أنك متصالحة وهي التانية فكرتك متنازلة ومكملة وانت خدعتيها. ريم البارودي تحصل على حكم قضائي. وكانت ريم البارودي أعلنت خلال الأيام الماضية حصولها على حكم قضائي ضد الصحفي خالد الصواف، ونشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور انستغرام الحكم الذي يفيد بحبس الصحفي سنة، مؤكدة على أن الحكم واجب النفاذ وذلك في القضية التي كانت رفعتها ضمن الأزمة الواقعة بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد. وكانت أزمة كبرى وقعت بين ريهام سعيد وريم البارودي، وظهرت الفنانة الشهيرة مع الإعلامية في إحدى الحلقات للمصالحة، وهو ما علقت عليه ريم البارودي قائلة: أنا صورت الحلقة بناء على طلبها، وجاملتها بربع أجري، وفتحت لفريق التصوير بيتي من الساعة 11 بالليل، وريهام وصلت الساعة 1 صباحا، وخلصوا الساعة 11 صباحا، وقبلت أصور علشان مدت إيدها وعزتني، وقلت في إنسانية، بس الحقيقة أني كنت غلطانة إني سامحت. وقت العزاء أنا فوجئت بها ووقتها كنت مش قادرة أفكر، ووجودها خلاني أنسى إنها أذتني ودي غلطتي، وكان المفروض أرفض وجودها. واعتبرت ريم البارودي أنها استغلت في الحلقة التي صورتها مع ريهام سعيد، موضحة: الحلقة قالت عنوانها الصداقة وإننا بنتكلم وبانتصافة، فوجئت إن البرومو كله طالعت فيه بتاجر بموت أبويا وبعض